4 خطوات عشان تبقى واثق من نفسك. اول حاجه ما تقارنش نفسك بحد، يعني لو انت دلوقتي شخص ما معكش ولا حاجه وقدامك حد تاني معاه كل حاجه، لازم تبقى واثق من نفسك، لان الثقه بالنفس ملهاش علاقه بانت معاك ايه وهو معاه ايه. ممكن يبقى شخص قدامك متعلم وشكله حلو ومعاه عربيه وساكن في مكان حلو، بس لما تيجي تتكلم معاه تلاقيه مضطرب ومش واثق من نفسه وما عندوش شخصيه. فانت اللي بيميزك عنه هي شخصيتك وثقتك بنفسك. تاني حاجه خلي عندك ثقه في شكلك، يعني لما حد ينتقدك او ينتقد لبسك او شكلك ما تروحش تفقد الثقه في نفسك وتقول ان شكلك وحش، لان مالكش دعوه اللي قدامك شايفك ازاي، طالما انت راضي عن شكلك وواثق من نفسك يبقى ساعتها محدش يقدر يهز الثقه دي. لكن لو انت من البدايه عندك مشكله مع شكلك يبقى حل المشكله دي الاول. تالت حاجه لازم يبقى عندك ثقه في ارائك اللي انت بتقولها، يعني مش معنى ان حد انتقد رايك او كان عنده راي تاني يبقى انت رايك غلط وتفقد الثقه في نفسك، لا، كل واحد عنده وجهه نظره المختلفه عن التاني. رابع حاجه خلي عندك ثقه في افعالك اللي انت بتعملها، يعني ما تقعدش تبرر افعالك لحد عشان هو يقتنع بيها، لان كتر التبرير بيقلل من ثقتك بنفسك.